كومبارس استفز الكبار كواليس طمس اسم عادل إمام بالبوية. وراء الظهور البهية لعادل إمام في حفل زفاف حفيده حكاية قديمة رواها المخرج والمنتج الراحل سمير خفاجة في مذكراته عن اللحظة التي حاول فيها نجم كبير أن يطفئ شرارة الزعيم بينما كان لا يزال ممثلا صاعدا. يروي سمير خفاجة في مذكراته واحدة من أعقد فصول صعود عادل إمام إذ كشف قصة الكومبارس الشاب الذي أضحك الجمهور فاستمر في عالم الكبار، واختار أن يرد على الإقصاء بالصبر والذكاء حين وقف فنان كبير مثل أمين الهنيدي يحاول إخفاء أو إخماد وهج الولد الجديد الذي كان يضحك الجمهور أكثر مما يحتمل المسرح. وفي منتصف الستينات اجتمع عادل إمام وأمين الهنيدي على خشبة المسرح فردة شمال، لكن منذ اللحظة الأولى شعر الهنيدي بالخطر. كلما قال عادل إمام إفيه دوت ضحك في القاعة، وكلما ضحك الجمهور زاد غليان النجم الأكبر سنا الذي لم يتحمل أن يسرق الوجه الجديد الأضواء منه. الغضب انفجر في الكواليس حيث نادى الهنيدي على المنتج سمير خفاجة وقال له بحدة يعني أنا أكون كومبارس قدام الواد ده هو اللي بيضحك وأنا أتفرج. ثم مضى مهددا إن أنا مش همثل طول ما عادل إمام موجود وهجيب لك حسن مصطفى مكانه. لم يكتفي الهنيدي بالتهديد بل نفذ ما وعد به إذ أمر العمال بمسح اسم عادل إمام من أفيش المسرحية وصرخ فيهم هاتوا بويا وامسحوا اسمه أنا البطل. وعندما دخل عادل إمام المسرح في اليوم التالي فوجئ باسمه مشطوبا، ارتبك وسأل المنتج سمير خفاجة هو أنا اترفدت؟ أخد بعض وامشي. خفاجة الذي كان يرى في عادل إمام مشروع نجم كبير هدأه قائلا خش البس واستعد وملكش دعوة باللي حصل. ورغم الصدمة نفذ عادل إمام ما قيل له وقرر أن يرد على الإهانة بالصبر والاستمرار. يحكي خفاجة في مذكراته أوراق من عمري إن أمين الهنيدي كان شديد الغيرة من أي نجم بيضحك الجمهور غيره حتى لو كان شريكه على المسرح. وكلما زاد تفاعل الجمهور مع عادل إمام ازداد توتر الهنيدي الذي كان أحيانا ينسحب إلى جانب الخشبة ليترك إمام وحده يواجه الجمهور بينما هو يغلي من الداخل. ولأنه لم يكن يجرؤ على مواجهة الزعيم مباشرة كان يحمل خفاجة المسؤولية ويطلب منه طلبا غريبا بجد وصفه شيل الإفيهات بتاعت عادل إمام مش عايز أكون كومبارس جنبه. خفاجة رفض قائلا إزاي تطلب مني أخلي ممثل ناجح يفشل؟ ده مش شغلي. وفي لحظة حاسمة قرر الهنيدي تصعيد الأمور وقال لخفاجة إنه استبدل عادل إمام بالفنان حسن مصطفى قائلا اتصرفت حسن مصطفى حفظ الدور وعادل إمام مش هيبقى على المسرح بكرة. سمير خفاجة اتصل على الفور بحسن مصطفى معاتبا إياه على خيانة الصديق، لكن الرد جاء مختلفا تماما. أنا خدت أمين على قد عقله وعادل صاحبي مستحيل أمثل مكانه. ثم اقترح حسن مصطفى حيلة ذكية على خفاج قائلا همثل العرض واسيب المسرح بالليل وساعتها أمين هيمثل غصب عنه. وهكذا كان وجد الهنيدي نفسه مجبرا على الاستمرار بجانب الولد الذي حاول إقصاؤه. ورغم أن عادل إمام لم يرد على إهانة الأفيش فإن البعض يرون أن نكرر نفس الموقف لاحقا. الفنان رضا حامد روى أنه قدم مشهد قوي في فيلم أمير الظلام نال إعجاب الزعيم، ولكنه فوجئ بعد العرض أن فرصة مع عادل إمام انتهت. وحين طلب منه المشاركة في فيلم جديد جاء الرد الصادم ما خلاص اديتك فرصة روح اشتغل بعيد عني.